السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صديقاتي الجميلات والميمات العزازات على قلبي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبة وتمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. وكيف العادة وكيف دائما نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبه للوصفات ديال رمضان ان شاء الله غادي نشارك معكم في هذا الفيديو زوج ديال الوصفات بحشوات اللي هما مختلفين واقتصاديين وسهلين وكيجيو لذاذ بزاف. فبالنسبه للوصفه الاولى غادي نشارك معكم بسيطلات اولا ميني بسيطلات معمرين بالحشوه ديال الحوت. كتجي لذيذه بزاف وسهله واقتصاديه، ممكن تحضروهم كيف ما قلت لكم في طاوله الفطور ديال رمضان وفي نهارهم. كذلك بالنسبه للوصفه الثانيه غادي نشارك معكم لينيم معمرين بالحشوه ديال الدجاج. فبالنسبه لهاد الحشوات هادو ممكن تحضروهم بلا زعما ورقه البسطيله، مثلا بحال في ميني كوميرات ولا في اي وصفه بغيتو تحضروا هاد الحشوات. ممكن يعني حتى ما بغيتوش ديروهم بالورقه ديال البسطيله، ممكن ديروهم بالعجين ديال المسمن ولا اللي متوفر عندكم في البيت ديالكم. المهم الحشوات فهما مختلفين واقتصاديين وتحضروهم في اي تعمار بغيتو. ما نطولش عليكم الفيديو، ندوزو مباشره للطريقه ديال التحضير او المقادير والطريقه ديال التحضير. نبداو على بركه الله. فاول حاجه غادي نشارك معكم هي لينيم ديال الحشوه ديال الدجاج. فبالنسبه للحشوه فهنا في الطنجره درت 4 البصلات اللي هما مشلضات. كذلك غادي نزيد كيلو ديال الصدر ديال الدجاج. بطبيعه الحال غادي تجيبوه غادي تغسلوه مزيان وغادي تخليوه، من الاحسن انكم تخليوه واحد الليله قبل عاد ممكن تستعملوا الوصفه. كذلك غادي نضيف 4 الفصوص ديال الثوم محكوكين، 2 معالق كبار ديال المعدنوس، 3 الاوراق ديال سيدنا موسى، 2 عويدات ديال القرفه، شعيرات ديال الزعفران غادي نضيفهم من الفوق. اما بالنسبه للتوابل فغادي نضيف توابل ديال الدجاج ملعقه اللي هي كبيره. كذلك غادي نزيد نصف ملعقه صغيره ديال سكينجبير. بالنسبه للملح راه ما غاديش ندير تقريبا غادي ندير غير راس المعلقه ديال الملح فقط، غير على حسب باش الذوق يكون متساوي صافي. يعني ما تكثروش حيت التوابل ديال الدجاج راه تيكونوا مالحين. كذلك غادي نزيد ضامه ديال الزعفران غير النص ديالها ماشي كامله. اما بالنسبه للزيت فغادي ندير المقياس ديال نصف كاس اللي غادي نضيف في هذا الاثناء. وكيف ما كتشوفوا الملحه هانتوما غادي تشوفوا شحال درت غير راس المعلقه اللي هي صغيره. صافي غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا ليا. غادي نسد على الطنجره ديالي، غادي نديرها على نار اللي هي مهيله، غير تفوت نص ساعه اولا منين تبدا الكوكوط ديالكم كتصفر غادي تحسبوا نص ساعه وغادي تطفيو عليها فقط. صافي باش هكاك منين غادي تحلوا عليها غادي تحيدوا الدجاج ديالكم. وصافي هنا البنات من بعد ما طاب الدجاج ديالي راني قلبته ولقيته طاب، فغادي نحيدو في واحد الاناء وغادي نخليه على جنب. فبالنسبه فقط غادي نحيد غير الدجاج. اما بالنسبه للتغميره فغادي نخليها في الطنجره لانني باقي غادي نزيد عليها مكونات اخرين. وعلى فكره البنات فبالنسبه للحشوه ديال الدجاج ضروري انها تكون ناشفه، ما تكونش فيها ولو قطره ديال الماء نهائيا، خاصها تكون ناشفه باش هكا منين تكونوا تتعمروا في الورقه تتعمروهم في الورقه ديال البسطيله ما يبقاوش يصيحوا ليكم. فبالنسبه للطنجره اولا بالنسبه للتغميره فغادي نحيد اوراق ديال سيدنا موسى، وكذلك غادي نزول عويدات ديال القرفه، وغادي نزيد واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، وكذلك ملعقه كبيره ديال سكر سنيده. غادي نديرهم على نار اللي هي مجهده ماشي مهيله باش هكا غادي تشرب ليا. وكذلك غادي ناخذ واحد 3 ديال البيضات غادي نزيدهم بالاصفر وبالابيض. غادي تحاولوا انكم تخلطوا مزيان باش هكا يتمزجوا المكونات مع بعضياتهم وانتم كتخلطوا والنار تتكون مجهده وباش تشرب ليكم. وفي هذه المرحله النيت ما غاديش خاصكم تبقاو تردوا البال باش هكا انتم كتحركوا وكتشرب وما يبقاش ولو قطره ديال الماء. كذلك غادي نزيد واحد الملعقه اللي هي كبيره ديال المعدنوس، وصافي تتبقاو تحركوا حتى كتحصلوا على الدغميره ديالكم ناشفه من الماء بصفه نهائيه. كيف ما غادي تشوفوا هنا رانا كنوريكم ما فيها ولا قطره ديال الماء. غادي ننزلها في واحد الاناء وغادي نخليه على جنب. فبالنسبه للحشوات بجوج يعني لا بالنسبه للدغميره ولا بالنسبه للدجاج ها هما واجدين. بالنسبه للحشوه راه ساهله واقتصاديه يعني سريعه كتوجد.
غادي ندوز مباشرة انني نقطع الدجاج ديالي على هذا الشكل هذا. غادي نحاول انني نحيد الا كاين شي عظام ولا شي حاجه، غادي نحيدهم، وغادي نبدا نقسمو غير بالموس باش هكا غادي يجوني هذوك الطريفات باينين. حتى منين تكونوا تتعمروا في البريوات ديالكم او لينيم او لا الميني بسطيلات هكا، منين تاكلوهم كتحسوا بهذاك الدجاج ديالكم. يعني ما غاديش يكون ما باينش، ضروري انه يكون باين، وكنخليه انا يكون باين باش هكا حتى منين تاكلوهم كتحسوا بهذاك المذاق ديال الدجاج او المذاق ديال الحوت. يعني تتخلي واحد الطريفات اللي هما لا باس بهم، يعني كبارين شويه. صافي كنبقى غادي على هذا الشكل حتى كنقطع الدجاج ديالي بصفه نهائيه. وصافي بالنسبه للحشوه ها هي واجده. غادي تدوزوا مباشره انكم تعمروهم، سواء بغيتو ديروهم بسيطلات ميني بسيطلات صغار ولا لينيم ولا بريوات، تيبقى دائما على حسب الاختيار. وكذلك ممكن هاد الحشوة تعمروها بشي حاجة أخرى، بحال مثلا الا ما متوفرش عندكم الورقه ديال البسطيله، ممكن انكم ديروا غير العجين ديال المسمن ولا اي عجين ممكن تعجنوه وتعمروا به بهاد الحشوات. يعني دائما الاختلاف سيكون غير في الحشوات، ولكن الحشوه راه ممكن انك تعمريها باي عجين درتيه في الدار. صافي غادي ناخذ الورقه ديال البسطيله، فهنا اختاريت الورقه الكبيره، غادي نقسمها على النص. وبالنسبه لهذا النص هذا كنديرو على النص الاخر، وكنحاول انني نقطع بالمقص حتى كنحصل على شكل مثلث، وكندير نفس القياس. يعني راه الفيديو كيوضح اكثر. كنبقى غادي على هذا الشكل هذا، وكذلك كنحاول انني نحيد ورقه بورقه وكنحطهم فوق سطح العمل. فبالنسبه للبلاصه الحرشه كتكون هي اللي كاينه من الفوق، والبلاصه اللي تتكون رطبه كنديروها من التحت. يعني البلاصه الحرشه هي اللي كنديرو من فوقها الحشوه، والبلاصه الرطبه هي اللي كتكون على برا. صافي كنحطهم بهذا الشكل هذا. كناخذ الدجاج ديالي كنبدا نقاد فيه على شكل مستطيل، لانني غادي نعمر لينيم ماشي بسيطلات. كذلك غادي نزيد الدغميره ديالي من الفوق، وكنحط الجانب اليمين فوق الدجاج وكذلك الجانب الايسر فوق الدجاج، وكنبقى نلوي بهذه الطريقه. وبالنسبه لهذاك الراس كندير ليه شويه ديال الدقيق مع الماء باش هكا كيلصق ليا. غادي نعاود معكم وحده اخرى. كناخذ المثلث ديال الورقه ديال البسطيله كندير من فوقه الدجاج، وكذلك كندير من فوقه الدغميره. ممكن انكم تمزجوا هاد المكونين مع بعضياتهم بلا ما تبقاو تهزوا من هنا ومن هنا. صافي كنبدا نلوي بهذه الطريقه. وبالنسبه للراس اللي تيكون الاخر كندير ليه شويه ديال الدقيق مع الماء باش هكا كيلصق ليا. صافي كنبقى غادي على هذه الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله. وغادي ندوز في هذه المرحله مباشره لتحضير ميني بسيطلات ديال الحوت. حتى هما ساهلين واقتصاديين وكيجيو لذاذ بزاف. واول حاجه غادي نبدا بها هي الشرموله. فكناخذ الهشوار كندير نص قبطه ديال القزبر المعدنوس مع 4 الفصوص ديال الثوم. اما بالنسبه للتوابل فغادي نضيف واحد الملعقه اللي هي كبيره ديال التوابل ديال الحوت. غادي تشوفوها تسحبوا خرقوم، لا راه التوابل ديال الحوت. غادي نزيد واحد الملعقه اللي هي كبيره ديال صوص ديال الصوجه. كذلك غادي نزيد نصف ملعقه صغيره ديال الخرقوم، وكذلك غادي نزيد واحد الورقه ديال سيدنا موسى. غادي ندير واحد الملعقه اللي هي كبيره ديال الصوص الحار، لان البسيطلات ولا الحشوه بصفه عامه كيبغيو الحار. كذلك غادي نزيد واحد راس المعلقه صغيره ديال الابزار. غادي نزيد ملعقه كبيره ديال البابريكا اولا التحميره، وتقريبا واحد 4 كاس ديال زيت نباتيه غادي نضيفو في هذه الاثناء. كذلك غادي ناخذ واحد الحامضه مصيره، غادي نحاول نقطعها مربعات على هذا الشكل، وغادي نزول منها العظم. صافي غادي نضيفها وغادي نطحن هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا ليا. من بعد كناخذ واحد المقلاة كنضيف فيها هاد الشرموله هادي، وكنديرها على نار اللي هي مهيله تقريبا واحد 2 ديال الدقائق غير باش يتجانسوا المكونات مع بعضياتهم. صافي وغادي نحيد المقلاة ديالي من فوق النار.
فبالنسبة لهاد الشرمولة هادي هي باش غادي نشرمل هادوك الأنواع ديال الحوت اللي عندي، لا بالنسبة للسيبيا لا بالنسبة للكروفيت كذلك الشعرية الصينية. هنا في هاد المرحلة راني درتها فوق البوطة وحيدتها، وغادي ناخد واحد المقلاة غادي نضيف فيها السيبيا اللي سلقتها في الماء ديال الكروفيت أو عفوا القشور ديال الكروفيت، وغادي نضيفها وغادي نديرها على نار اللي هي مجهدة باش هكا ما كتطلقش ليا الماء. فبالنسبة للسيبيا راني سلقتها صافي، من بعد ما طابت ليا تقريبا غير واحد جوج ديال الدقائق هكا كنحيدها. نفس المقلاة غادي نضيف فيها الكروفيت وكذلك على نار اللي هي مجهده باش هكا ما كيطلقش ليا داك الماء. اما بالنسبه للميرنا فغادي ندخلها للفران، غادي ديروها في واحد اللاطه وغادي تضيفوا ليها من الفوق الشرموله اللي كنت حضرت معكم من قبل. غادي تحاولوا انكم تسرحوها بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للفران ضروري انكم تشعلوه من قبل ويكون سخون. منين تدخلوها حاولوا انكم تنقصوا شويه العافيه، ما تكونش العافيه اللي هي مجهده باش هكا ما كيتحرقش ليكم. وبالنسبة للمدة راه تقريبا واحد 15 حتى ل 20 دقيقة راه كيكون واجد. وحاولوا انكم ديروا من فوق شوية ديال الزعتر. بالنسبة للشامبينيون راني سلقته في الماء، وكذلك الشعرية الصينية راه ضفت ليها الماء اللي هو غليان. من بعد ما كتطلق ليكم ما تتبقاش قاصحه راه كتقطعوها بالمقص. هنا غادي ناخذ الهاشوار وغادي نطحن الشامبينيون ديالي باش هكا ما كيبقاوش هذوك المكعبات يعني كبارين بزاف، ولا ما بغاش يتطحن ليكم حيت هو تيكون شويه قاصح. حاولوا انكم تقطعوه بالموس، ولا ممكن تاخذوا الشامبينيون المعلب. فانا خديت هذا الشامبينيون الاسود صافي، وغادي نضيفه على الشعريه الصينيه. اما بالنسبه للميرنا راه من بعد ما طابت ليا خرجتها من الفران، وغادي نحاول انني نزول ليها الشوك اللي كيكون فيه. راه تيكون هذاك الشوك الغليظ وكذلك كيكون الشوك الرقيق. وكذلك كتحيدوا هذيك جليده اللي كتكون من على برا، وتخليو هكا طريفات اللي تيكونوا باينين. يعني ما تحاولوش انكم تفرتوها باش هكا الواحد منين كيكون كيذوق البسيطلات كيكونوا باينين. يعني تيكون باينه شنو دايره فيه واش من نوع ديال الحوت دايره فيه. كنبقى غاديه على هذا الشكل هذا حتى نزول داكشي كامل. وكذلك الحوت عفوا الشوك كنحيدو، وكناخذ واحد اللاطه كندير فيها السيبيا بوحدها، كندير الكروفيت بوحدو، كذلك الشعريه الصينيه، الشامبينيون والميرنا. وكل مكون كنضيف ليه الشرموله اللي حضرت معكم من قبل وكنمزجهم مع بعضياتهم. عاد ديك الساعه كنخلط المكونات مع بعضياتهم كاملين. يعني ضروري في هاد الحشوه ديال الحوت خليو الحوت يكون باين، يعني طريفات اللي يكونوا هكا ما كبارين ما صغارين، يعني يكونوا باينين. صافي كنبقى نمزج هاد المكونات مع بعضياتهم باش ندوز مباشره انني نعمرهم على شكل بسيطلات او ميني بسيطلات اللي هما صغار. وفي هذه المرحله غادي ندوز مباشره باش نعمر الميني بساتلات ديالي. فانا اختاريت انني نديرهم بالسيركل لانني بغيت نديرهم متوسطين، وانتم على حسب الحجم ممكن تستعملوا غلاقه هكا ديال العسل ولا اي غلاقه كتكون دائريه، وعلى حسب الحجم بطبيعه الحال اللي ممكن انكم ديروهم. فكناخذ السيركل كندير من فوق الورقه ديال البسطيله، كندير الحشوه من الوسط وكنبدا نجمع من الجوانب بهذا الشكل. كناخذ الورقه الثانيه على شكل مثلث وكنبدا نجمعهم من الجانب بهذا الشكل، يعني كتكون مكرشه من الجانب. كنغلقها بالماء والدقيق وكنحصل على ميني بسيطلات بهذا الشكل هذا. غادي نعاود معكم وحده مره اخرى باش هكا تشوفوا اكثر. دائما الورقه ديال البسطيله لداخل كيكون حرش وبرا كيكون رطب. كندير الورقه فوق السيركل وكندير الحشوه من الوسط. حاولوا انكم تهزوا شويه من كل نوع ديال الحوت باش هكا الوحده ملي كتكون تذوق الانواع ديال الحوت اللي ضفتو في الحشوه. كنبدا نجمعها من الجانب بهذا الشكل. كناخذ كذلك الورقه الثانيه على شكل مثلث، يعني نفس الطريقه ديال لينيم، نفس تقطيعه ديال لينيم، نفس تقطيعه ديال ميني بسيطلات. غادي نبدا نجمعها بهذا الشكل هذا، يعني ستكون مكرشه من الجانب، وغادي تغلقوها بالماء والدقيق. كيف ما قلت لكم الورقه ديال البسطيله الداخل كيكون حرش اللي كتكون فيه الحشوه، والرطب كيكون على برا.
وصافي كنبقى غادية على هاد الطريقة حتى كنسالي الكمية اللي عندي كاملة. اما بالنسبة للتزيين فانا زينتهم بالورقة ديال البسطيلة اللي قطعتها بهذا الشكل. ممكن انكم تزينوهم من بعد ما يطيبوا بالحامض، دائما التزيين تيبقى اختياري. وطريقة الاحتفاظ ديالهم في المجمد، كتاخدوا واحد البواطة كديروا الطبقة الاولى كديروا من فوقها السلوفان، باش هكا منين كتكونوا تجبدوهم من الكونجيلاتور ما تيلصقوش ليكم اولا ما كتلصقش ليكم وحده على وحده، لا بالنسبة للميني بسطيلات لا بالنسبة لينين. يعني هذه هي الطريقة ديال الاحتفاظ ديالهم. ومنين تبغيو تدخلوهم من الفران قبل كتدهنوهم بالزبده عاد كتدخلوهم للفران. كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى الوصفات ديال اليوم انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من لي لايك ومن التعليقات الزوينه اللي كتزيدني تشجيع. بالنسبه لارائكم تعليقاتكم تشجيعاتكم وكذلك انتقاداتكم خليوها لي في التعليقات اسفل الفيديو. شكرا جزيلا على دعمكم المتواصل، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفات جديده ان شاء الله، ومع السلامه.